هدية الخروف من حمدي لحسن ومحمد بمناسبة الفرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ طبعا حمدي ما شاء الله صور فيديو او صور صورة وكتب عليها سيلفي الخروف. فهل يا ترى الخروف ده هيوديه بقى هدية او هيودي ثمنه بقى هدية لمحمد حوارات؟ هنشوف بقى في الفيديوهات اللي جاية. وطبعا دي اقل هديه من حمدي، لان حمدي ما شاء الله كريم جدا مع اخواته وحلو قوي ما شاء الله مع اخواته وولاده، وهو وش الخير بصراحه يا جماعه اللهم بارك. كمان كتب ان هو بيشجع الارجنتين بسبب طبعا ميسي الاسطوره. وميسي كمان زي ما احنا عارفين ان اخر مباريات ليه في كاس العالم اللي هو هيخلص بكره. طبعا قطر عمل عظمه يا جماعه، وقطر ما شاء الله كسبت كتير جدا، كسبت احترام العالم، كسبت احترام العالم وكمان دعم القضيه الفلسطينيه، كمان كسبت دخول الناس في الإسلام، ودي حاجة عظيمة جدا وحاجة جميلة جدا. ربنا يثبتنا على دينه، وكمان أهم حاجة إن احنا نعمل بديننا ونطبق دين الرحمة ودين التسامح ودين التعامل، وما نجيبش في سيرة بعض ولا ننهش في سيرة بعض. طبعا بالنسبة لأبو زياد هو لسه مختفي وما بينشرش أي حاجة، وكمان أكرم سلام ما بينشرش أي حاجة خالص غير عن المذيع أو الإعلامي أحمد رجب اللي هو مقدم برنامج مهمة خاصة. كمان هنقول إن حمدي لسه قاعد في اسطنبول، وهو شكله هو ووفاء مش ناويين يرجعوا خالص لتركيا لمصر، حتى هما قاعدين في تركيا. وطبعا ما ننساش ندعي لأم زياد بالرحمه، ربنا يغفر لها ويرحمها، وان كمان عيله الحاج جابر شايله مسؤوليه كبيره و4 عيال مش حاجه سهله ولا حاجه هينه. ده اللي معاه عيل بيقعد يشيل همه وهم الفلوس وهم المناهج وهم التربيه وهم التعب وهم الفرحه، وده هتتجوز وده هيروح سنه كام وده هتروح سنه كام. فللاسف ابو زياد يعني خسر ناس كتير جدا وخسر تعاطف الجمهور، حتى اللي عندهم يدعموه او بيشجعوه دول للاسف يعني هم زيه، هل في الحقيقه هم زيه ام هم فكرتهم ايه؟ يعني ربنا يهديهم.